رب العالمين. أمر بالعدل وأثنى على المعتدلين وذم الممذرين وجعلهم إخوان الشياطين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين وصفوة الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين لم يسرفوا ولم يكونوا من المقترين، وعلى من تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله، فإن التقوى سبيل الفلاح وطريق البر والصلاح. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها الإخوة، لقد امتاز دينكم العظيم بمنهجه الوسط القويم بين سبيل السرف والمقيت وطريق الشح المميت، فدعا إلى الاعتدال في كل شيء وحث على القصد في كل أمر، فلا إفراط ولا تفريط. يقول سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقول تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة أي كبر. ثلاثة فيهن للملك التلف: الظلم والإهمال فيه والسرف. فالإسراف يا عباد الله داء يهدد المجتمعات ويبدد الأموال والثروات ويجلب البلايا والعقوبات، وهو شعبة من شعب الضلال، وأصحابه متوعدون بسخط الكبير المتعال. قال تعالى: إن المسرفين هم أصحاب النار. ويقول ابن القيم رحمه الله: وضابط هذا كله العدل، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرف الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به، فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنهم ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك، إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا، وإن انحرفت إلى إحداهما كانت نقصا أو أثمرت نقصا. عباد الله، إن للسرف والهدر في حياتنا اليوم صورا شتى ومظاهر يأباها أولو الأحلام والنهى، ومن أبرز هذه المظاهر الإسراف في المآكل والمشارب، لا سيما في الولائم والمناسبات. فالطعام والشراب قوت البدن، لكنه إن تجاوز قدر الحاجة غدا مسببا للعلل والأدواء، يصاب صاحبه بالكسل والتخمة والأمراض. لذلك حذر الإسلام من الإسراف في هذا. فعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ويقول بعض السلف: جمع الله الطب كله في نصف آية: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. إخوة الإسلام، ومن مظاهر الإسراف تكدس خزانات الملابس بأفخر الثياب باهظة الأثمان، سعيا وراء المظاهر والتغليد واستسلاما لرغبة الشراء ولو لغير حاجة. ويظهر هذا السرف بجلاء في ولائم القوم والمناسبات ومحافل نسائهم وحفلات زواجهم، تكاليف باهظة وملابس فاخرة قد لا تلبس إلا مرة واحدة، سرف لا حد له ومباهاة ما أنزل الله بها من سلطان. ومن مظاهر الإسراف
الانهماك في تبديد المال في غير ما يجدى، بدءا من التوافه والكماليات وانتهاء بالموبغات والمحظورات. قال سفيان رحمه الله: ما أنفقت في غير طاعة فهو إسراف وإن كان قليلا. فحين تغلب المسلم شهوة الشراء الجامحة ويفقد معها التحكم في هواه، يوقعه ذلك في الضيق والمشقة على نفسه وعلى أهل بيته، وربما لحقه من الدين ما عكر صفو حياته وجعله حبيس هم قضائه وانفراجه. أيها الإخوة، ومن مظاهر الإسراف وكذلك والتبذير تجاوز الحد المعقول في استهلاك الماء والكهرباء ووسائل الاتصال الحديثة، فالإسراف في استعمالها مشاهد ملحوظ في البيوت والمرافق العامة والمؤسسات، فالمبالغة في غسل السيارات وعدم الاتزان في ري الحدائق والمزروعات ينبئ عن ضعف التصور لهذه المشكلة، وإضاءة المصابيح نهارا وسوء استعمال الأجهزة الكهربائية قد يجر المجتمع إلى مشقة وعنت هو في غنى عنها. وماذا عليهم لو أنهم أحكموا تصرفاتهم ووزنوا حاجاتهم وتوسطوا في إنفاقهم، سيما في هذه الأوقات التي تتهاوى معها أسعار النفط في الأسواق، مما تستدعي الحاجة معها إلى تعاون الجميع مع دولهم من خلال ترك الإسراف وعدم الإغراق في النفقات وترشيد المصروفات. تجار المستهلكين مسؤولين ومواطنين، وانظروا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقد كانت المدينة في عهده صلى الله عليه وسلم ذات مياه وافرة وزروع وحدائق، ومع هذا فقد كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. الصاع يا إخوة 3 لترات يغتسل به، والمد تقريبا ربع لتر. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يترشد في الماء مع وفرته. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن الوضوء، فأراه 3 قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. أيها الناس، هنالك نوع آخر من السرف لا يقل خطورة عن سابقه، وهو السرف المعنوي، كالسرف في السهر والنوم والمحبة والبغض والنقد والتزكية والمدح والذم والكلام والصمت، وأخطره الإسراف في الذنوب والآثام وتضييع الأوقات في اللهو الحرام. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم 3. قيل وقال: وإضاعة المال وكثرة السؤال. فالعاقل يا عباد الله من وازن بين الأمور وضبط تصرفاته بما يتناسب مع متطلبات الروح والبدن وبما ينضبط بضابط الشريعة، فالعدالة والاستقامة والاتزان من عظيم ما وصف الله بهذه الأمة، كما قال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فلا ينبغي الخروج عن هذا الوصف الحميد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم مما فيه من الآيات والذكر الحميد. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، هدانا لأعظم شرعة ووفقنا لأكرم دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا إخوة، وكونوا من ذوي البر والإحسان، وتجنبوا طريق السرف والعدوان، فإن عاقبته الخيبة والخسران. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، في الوقت الذي يتضور فيه المسلمون جوعا، ويموت العشرات ظمآ، ويهجر الملايين ظلما، وينفون من بلادهم قهرا،
في هذا الوقت تطل علينا مواقع التواصل وشبكات الأخبار بعدد من المقاطع المؤلمة والمشاهد المحزنة لبعض المسرفين الذين يتباهون بالسرف، وكذلك يراءون بالتبذير، وهم في قمة السعادة والفرح في مشهد ينم عن عدم اللامبالاة وعدم الاكتراث بمآسي المسلمين، وبصورة من المجاهرة التي لا ترضي رب العالمين. إخوة الإسلام والإيمان، كما حدث التاريخ عن مجتمعات عامرة أسسها رجال مخلصون أشادوها بما يليق من المرافق، وأنشأوا حولها ما يقيمها من المزارع والمصانع والعقار والمتاجر، ثم صارت إلى أخلاف غلب عليهم السرف والدعة فأطلقوا لشهواتهم العنان حتى أفسدوا ما صنع أولئك المخلصون، فتغوضت تلك المجتمعات ولاقى أبناؤها عناء القسوة والشتات. فقد كان المعتمد بن عباد حاكم أشبيلية وقرطبة سنة 488 هجرية كان في أول أمره حازما رشيدا فارسا شاعرا، ثم بعد ذلك غلب عليه الترف والدعة حتى قيل أنه فتح في أول أمره 200 مدينة تقريبا و200 حصن، ثم وكذلك أتاهم من أولاد الله 173 ولد كما قيل، وغير ذلك من الفتوحات العظيمة التي فتحها. ثم غلب بعد ذلك عليه الترف والدعة، وأتته يوم من الأيام زوجته اعتماد مريكية، وقد نظرت من خلال القصر فرأت بعض الفقراء والشحاذين يجوبون الطين، فأرادت أن تقلدهم ترفا، فقالت لزوجها ذلك، فماذا فعل؟ أتى بالمسك والكافور والأطياب والعطورات، ثم رشها في قصره وفي ساحة القصر الكبير هذا، ثم جعل بذلك طينا، صار من كثر ما خلطه، فسارت زوجته وأبنائه في هذا الأمر من الترف والدعة. ماذا حل به يا إخوة؟ عندما حل به الترف هذه غزاه غيره من ملوك المرابطين، ثم أسقطوا ملكه وذهب، كذلك جاءه ونفي إلى المغرب هناك ومات بها حسرة وقهرا. هذا يا إخوة يعني عاقبة المسرفين والمترفين. أيها الإخوة، إن الترف وكذلك الدعاء إذا ضربت الأمم والشعوب دمرتها، يعني إن كان عاجلا أو آجلا. عدو الإنسان مجتمعات يا إخوة الترف والله، وكذلك الدعاء والكسل والخمول، هذا عدو المجتمعات، والانغماس في الملذات والشهوات. لا تشتري لعائلتك كل ما تطلب، ولا تشتري كل ما تريده نفسك، ابتعد عن هذا يا إخوة، وعودوا أنفسكم ووطنوا أرواحكم على هذا الأمر. والله يا إخوة كم من دول بادت وشعوبا أبيدت بهذا السرف وبهذا الترف والدعاء التي لم يحسبوا قائلة الأيام ولا مكر الزمن، وإنما أخذتهم كذلك السنن التي أخذت من قبلهم. فإياكم يا إخوة، وندعوكم جميعا إلى التحلي بالحزم والشدة دائما من غير إسراف ولا مخيلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نعوذ بك من السرف والتبذير، واحفظ كذلك جوارحنا وأموالنا عن الخلل والتقصير، وأدم علينا نعمتك وجنبنا سخطك ونقمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم اهزم من عاد الإسلام والمسلمين وآذى أمة خير المرسلين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. أقول ما تسمعون هذا، وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.